7 عادات صحية بسيطة هتفرق معاك صحيًا جدًا. عايز صحتك تتحسن وتضبط يومك من غير دايت ولا حرمان، اعمل ال7 عادات دي. نمرة 1 لازم تنام كفاية وبالليل من 7 ل8 ساعات. لما بتنام كويس هرمون الكورتيزول بيقل فالحرق بيزيد، هرمون الليبتين والجريلين ودي هرمونات الجوع والشبع بيتظبطوا فبتقل الشهية الزيادة، الأنسولين بينتظم فالجسم بيحرق دهون بكفاءة أعلى، المود بيبقى ثابت لأن المخ بياخد راحته وده بينعكس على كل يومك. نصيحة: حاول تنام في نفس الميعاد كل يوم وقلل استخدام الموبايل قبل النوم بنص ساعة على الأقل، جسمك هيشكرك جدا. الخلاصة: خلي جسمك ياخد راحته عشان يديك أفضل أداء. نمرة 2 قلل الملح في الأكل. الملح الزيادة بيخلي الجسم يحبس السوائل وده ممكن يسبب انتفاخ وتعب وضغط عالي. خلي طعم الأكل الحلو يجي من التوابل الطبيعية والليمون بدل الملح العالي عشان تحافظ على ضغطك طبيعي وصحتك جيدة. نمرة 3 ما تفوتش وجبة من وجباتك الأساسية. لما بتعدي وجبة جسمك بيفتكر إنه في مجاعة فبيقلل معدل الحرق ويحاول يحتفظ بالطاقة، لكن لما بتاكل بانتظام وفي مواعيد ثابتة جسمك بيفضل متوازن والمخ ما بيبعتش إشارات جوع مفاجئ. خلي أكلك منتظم هيساوي جسم ثابت ومود ثابت. نمرة 4 زود خضار ومنتجات ألبان قليلة الدسم. الخضار مش بس ألياف، لا ده كمان بيساعد على الهضم وبيمنع الإمساك. منتجات الألبان قليلة الدسم هتديك كالسيوم، هتديك معادن وفيتامينات من غير دهون زيادة، يعني اختيارات بسيطة هتساوي صحة أقوى ومعدة مرتاحة. نمرة 5 مارس أي نشاط بدني حتى لو بسيط، اتحرك بأي طريقة تحبها، الموضوع مش لازم جيم ولا تمارين صعبة، تمشى شوية، مارس أي رياضة بتحبها، المهم جسمك يفضل شغال ومتحرك دايما. كل حركة بتزود حرق الدهون بتزود طاقتك وتحسن مودك. خلي النشاط أسلوب حياة مش مجرد عادة. نمرة 6 كل ببطء وامضغ الأكل كويس، جسمك محتاج وقت عشان يفهم إنك شبعت. لما بتاكل بسرعة الجهاز الهضمي بيتعب والمخ ما بيلحقش يحس بالشبع، لكن لما بتاكل على مهلك تمضغ كويس هتهضم أحسن وهتشبع أسرع وهتحافظ على وزنك بسهولة. عادة بسيطة جدا بس فعلا هتفرق معاك قوي. نمرة 7 اشرب على الأقل 3 لتر مية في اليوم. لما بتشرب مية كويس بتطرد السموم كويس وتخلي بشرتك نضرة وصافية. كل كوباية مية بتساوي طاقة وتركيز وصحة. حاول مع كل ساعة تشرب كوباية مية من غير ما تحس إنك عطشت.